يا ترى لما بينشف العيش البلدي عندنا بنعمل ايه؟ تعالوا اقول لكم. بنعمل له احلى فتة عدس. يلا بينا مع بعض. الحله بتاعتي فيها شويه زيت حلوين، هنزل ببصلايه متقطعه بالشكل ده، وهنزل كمان برشه ملح. بقى لما اخد البصلايه ياخد لون خفيف زي ما انتم شايفين هنزل بالطماطم. خلوا بالكم احنا بنعمل فته مش بنعمل شوربه. احنا بنعمل فتة يا جماعة مش شوربة، فاحنا بنغير شوية في المكونات وبنخليها أخف كمان، وطعم العدس بيبقى معانا تحفة. نديهم تقليبة حلوة كده مع بعض. بعد ما البصلة والطماطماية أخدت تقليبة حلوة مع بعض، دلوقتي بقى هنزل بالعدس فوقيهم ونقلبهم كمان شوية حلوين مع بعض. أخد تقليبة حلوة، دلوقتي بقى هنزل بالمية. ضفت المية بتاعتي وزودت شوية عن العدس العادي، ودلوقتي بعد ما يغلي هغطيه وهدي النار شوية واسيبه لحد ما يستوي. اهو يا جماعه العدس بعد ما استوى. براحتكم حابين تضربوه في الخلاط، في الهاند بلندر، بالهراسه، اللي انتوا عايزينه، بس لو في الخلاط خلوه يهدى شويه عشان الخلاط ما يبوظش يعني. هضربه واجيلكم نشوف ايه هنعمل تاني. بصوا كده، شوفوا جمال العدس يا جماعه وحلاوته، حاجه قمر كده، ما شاء الله اللهم بارك. دلوقتي بقى بنعمل القدحة بتاعت فتة العدس بتاعنا وبتاعتنا، بنعملها بالبصل. البصلة شوية زيت ورشة ملح، واقليها كده بقى اسويها، وهنقسمها نصين يا جماعة. هنحط نصها على العدس والنص التاني هنحطه على وش الفتة بتاعتنا. البصلة بتاعتنا بتحمر اهو، كده هتاخد لون حلو. شايفين اللون ده حلو قوي كده. انا هحط دلوقتي بقى نص الكمية على العدس بتاعي اهو كده. نقلب بقى ونرفعه على النار يغلي غلوتين قبل ما ننزل بيه على العيش بتاعنا. واهو يا جماعه باقي الكميه هحطها على الوش ان شاء الله. واهو العيش بتاعنا فتناه قطعناه كده مكعبات، شايفينه على قد يعني اللقمه، وجاهز عشان نفته. يلا بقى نسقسق العيش بتاعنا باحلى عدس. اهو يا جماعه ننزل عليه بقى بالبصل المحمص كده. يامي يامي، احلى فتة عدس ان شاء الله هتاكلوها. اهو اهو يا جماعة، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام.